السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في سعادة وهنا على طول. النهارده فيديو مشتريات، كل سنة وانتم طيبين، دخلت رمضان. فقلت بقى كان نفسي اجيب الحلة الضغط اللي هي بتاعت زهران، فجبتها من رنين. كان نازل عليها عرض فيها سعر موفر جامد، فوق ال 1200 او 1000 ونص. فروحت جبتها من رنين اونلاين. تمام، انا جبتها صراحة وفتحتها. ليه؟ لان هو الفرق الجامد ده صراحه قلقني في السعر. قلت ممكن تكون فرزه اول او فيها خبط او حاجه، عشان كده قلت لا للموظف يعني بتاع الدليفري اشوفها. فقال لي لا، تستلميها متغلفه زي ما هي وتفتحيها عند حضرتك فوق في البيت. فعشان كده فتحتها وقلت اجربها، لان حد قال لي جربي الكاوتشه بتاعت الغطا، يعني لو ممكن تكون فيها مشكله، عشان خاطر الفرق السعر ده جامد يعني. لان هي دلوقتي بزهران عامله 6400 وحاجه. فعشان كده قلت لا، يبقى انا اجربها ان انا اشوفها تمام ولا لا. هي طبعا موديل كليبسو اهي، تيفال كليبسو، جبتها اللي هي 10 لتر. وهي معروف ان الغطا بتاعها بيجي ميدن ان فرنسا، الغطا بتاعها بيجي من بره. طب انت لما بتفتحي الحله بصوا ادي السعر اهو زي ما قلت لكم، 4700، والتوصيل كان 21 جنيه ده. وكنت قال لي احتفظي بالفاتوره عشان لو فيها اي حاجه خلال 14 يوم اقدر ارجعها. عشان خاطر كده يعني حد من زمايلي قال لي جربيها، ما تستنيش لرمضان وايه تستخدميها فيه، عشان الكاوتشه دي لو فيها مشكله تقدري ان انت ايه تغيريها نظرا لفرق السعر. طب انا ليه جبت زهران؟ جبت زهران لان في حلل ضغط تانية شفتها على اليوتيوب، يعني اللي هي من هنا الصمامات بتاعتها كلها بلاستيك زي كده. تمام، فطبعا الستانلس ده هيبقى عمره اطول بكتير من ان ايه يجرى له اي تلف او اي حاجه. هنا اللي هو البلاستيك ده بس عشان خاطر دوت اللي هو المؤشر ده. تمام، اللي هو دي زي بالونه كده، مع الضغط بتطلع لحد فوق وتلاقيها بتبدا يطلع بخار بسيط، وهنا بتطلع بخار اكتر. طبعا هنا دوت مع الزرار دوت او المفتاح دوت، كل ما تحملي درجه يعني بتنزليه درجه وتلفي هنا عشان خاطر تطلعي البخار، وهنا عشان خاطر الخضار لو انت هتسوي جوه خضار يبقى هنا ضغط البخار على قد البخار. وهنا لو لحمه هنا بتلاقي ان المفتاح ده نزل لتحت خالص. طب لما تيجي تطلعي البخار بلاش ان انت تفتحي كده على طول. ليه؟ لان هنا بيطلع بخار جامد، بيبهدل البوتاجاز وبيبهدل الدنيا، وممكن لا قدر الله تتلسع منه، لانه بيبقى دفع البخار بيبقى جامد. فالافضل ان انت تفتحي درجه درجه لغايه ما توصلي للدرجه دي. تمام، هنا الكاوتش بتاعها طبعا كان كويس الحمد لله، ما طلعش فيها اي حاجه وما رجعتهاش. انا جبت الزهران برضو ليه؟ لان حد قال لي ان الحاجات اللي احنا بنجيبها الباقيه ديت الاونلاين في ماركات كتير قوي مشهوره على صفحات الفيس وبينزلوا اعلانات كتير، اما سالتهم قالوا لي معهاش قطع غيار. فاذا الجلده بتاعتها الكاوتش بتاعها ده لو قدر الله اتلف بعد 5 سنين 10 سنين، ممكن ان انت ما تقدريش ان انت تجيبي ليه قطعه غيار، فاذا الحله عندك خلاص ركنتيها. فعشان كده صراحه جبت ايه زهران يعني. هنا هطلع لكم بقى الحله. ده اول حاجه اهو الغطا كده شرحته لكم، بيجي معاها ايه؟ بيجي معاها القطيب ده، وهنا ده بيشرح التعليمات بتاعتها اللي هو دليل المستخدم، يعني بيشرح بال6 لتر وال8 لتر وال10 لتر، يعني ده كتيب بيجي مع الحد اللي هي 10 لتر. تمام، ده بيشرح بالعربي، ولو قلبتيه الناحيه التانية في اللي هو الانجليش. تمام، ده اللي هو بيجي مع الحل. ايه كمان بيجي ايه؟ كتاب الطهي ده فيه وصفات لاكل كتير متقسمه كده من جوه، المطابخ حول العالم شويه كده هتلاقي فيه مصنف لك يعني اكلات كتير شفتها اهي. المطبخ الشرقي كده مصنف جوه اطباق شوربه من حول العالم ده كله. طيب في اخر الكتاب فيه ايه؟ بصوا في اخر هنا في ممكن تعملي فيها حلويات زي كده. تمام، بصوا بقى اخر الكتاب فيه هنا بيشرح لك ان انت لو خضار لو طازه او مجمد، يعني مده الخضار هتحطيها قد ايه. طب مده الخضار دي هتحسبيها من امتى؟ مش من اول ما تحطيها على الحله، من خلال الفيديوهات اللي انا شفتها كتير، وبعد كده ان شاء الله كل حاجه هعملها هبقى اصورها لكم فيها. ان انت بعد اللي هو بصوا
اللي هي البالونه اللي انا بقول لكم عليها بتاعه البخار دي، اول ما تترفع تبداي تحسبي المده اللي بتظهر لك هنا، مش من اول ما تحطيها على الحله، عشان اول ما بتحطي الحله على النار بتحسبي المده بيطلع ليكي لسه وقت شويه. تمام. فالافضل ان انت بعد ما تظهر البالونه دي وتلاقي بخار صغير طلع منها تبداي تحسبي المده اللي هي موجوده عندك هنا. هنا طبعا اهو بالنسبه للحوم والسمك برضو للمتجمد والطازه، وهنا في خضار اهو. يعني الكتالوج بايه اقريه قبل ما تبداي فيه او تستخدمي الحله. في وصفات حلوه ان شاء الله ممكن نبقى نجربها مع بعض. ده بالنسبه هنا اهو للغطا. بيجي معايا ايه كمان؟ بيجي معايا مصفة البخار دي، لسه طبعا ما استخدمتهاش. انا زي ما قلت لكم انا استخدمتها بس ان انا جربت، كنت عايزه اجرب اللي هي الكاوتش بتاعها ده، فعملت فيها دمست فيها نص فول كده، قلت اجربها. لو هتستخدمي دي للبخار هتحطي الحله. استنوا بقى اطلعها لكم بره خالص عشان خاطر تشوفوا حجمها قد ايه. بصوا دي ما شاء الله اللهم بارك، هي تقيله طبعا. دي اللي هي ال10 لتر اهي. تمام. ده الارتفاع بتاعها، يعني تشيل بطايه محترمه. مش هقول لكم بقى بطايتين وكده لان دي مش هتاخد بطايتين، عشان نبقى معترفين مع بعض بالصراحه. اللي يقول لك بقى تاخد بطايتين وكده، لا ده كلام بس كده عشان نشد الزبون، لكن احنا طبعا مشتريينها فمش هنشد زباين ولا حاجه. انت ممكن تسوي تحت، ممكن لو تحطي محشي او حاجه وتسوي فيها الفرخه على البخار. تمام. يعني ممكن تعملي فيها محشي اهي. هنحط هي القطعه الستانلس دي كده من تحت، وبعدين نحط المصفى كده. تمام. ممكن بقى تسوي فيها لو خضار لو فراخ على حسب، لو انت بتحبي اللي انت عايزه تعمليه. يعني على الخضار بتحبي على البخار خضار بقى، فراخ، لحوم، على حسب ما انت عايزه. تمام. نيجي هنا للغطا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بتفتحي اللي هي اليد الحمراء دي وتضغطي كده كويس. هتحسي انت اصلا اول ما تضغطي كده ان الكاوتشه بتاعتها مسكت في الحل، وبعدين تقومي بسم الله. سمعتوا التكه دي؟ هي كده خلاص اتقفلت اهي. مهما تقلبي الحله بصوا مش هتقع ولا حاجه. هنا طبعا القاعده بتاعتها اهي مكتوب عليها، استنى الفها لكم. بسم الله. بصوا اهي مكتوب عليها التيفال، ومكتوب عليها ان هي 10 لتر، ومكتوب عليها ميدن ان ايجيبت. الحله هي اللي ميدن ان ايجيبت. تمام. لكن الغطا زي ما قلت لكم هو بيجي من بره. بصوا هو هنا المسمار وقع لان احنا كنا عاملينه على انهي غطا؟ على العلامه دي. العلامه دي بصوا هنا بتيجي الحرف الصغير ده مع الحرف الصغير ده بتدخليه هنا. ليه؟ لان الصمام ده بعد كل طبخه ان انت بفرشه صغيره كده وتنضفيه. بصي كده هو ما يتخلعش، لكن هو يتخلع في حاله ان انت جايبه دي قدام العلامه بتاعتها اهو. وتنضفيها بقى ممكن بفرشه اسنان قديمه عندك كده، تنضفيها من هنا كده كويس، عشان الصمامات دي لا قدر الله ممكن من كتر الاستخدام تنسد، فهتبقى قنبله موقوته في البيت. تمام. ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا يا رب. طبعا ما تخلوش اولاد يستخدموها. الفضول اللي بيقتلهم ده لو مامتهم بره حذري عليهم انهم ما يستخدموهاش لان هي ممكن تنفجر. وهنا برضو الصمامات دي اهي دي. بصوا البالونه اهي باينه اهي. بصوا لو ضغطت عليها ما بتنزلش، بتنزل بضغط البخار. وده كله بيتنضف بفرشه اسنان ان شاء الله. يا رب اكون قدرت افيدكم، وان شاء الله هعمل فيها وصفات تعجبكم باذن الله. وما تنسوش تضغطوا لي لايك، ولو في اي حد عايز يجيبها الحقوا بسرعه هاتوها، عشان خاطر هي عليها العرض. هو العرض ده كان اونلاين، ولما قلت له هو موجود في انهي فرع ان انا اجيبه، فهو قال لي ان هو موجود اونلاين بس لسه ما نزلش في الفروع. بس انا شايفاه من قيمه يومين كده اهو نزل على صفحه رنين ان الفرع بقى متوافر في، ممكن في اي فرع اسالي عليه. لو كل واحده عايزه يعني اللي حابه تجيبها تتصل بخدمه الخط الساخن وهو هيقول لك متواجده في انهي فرع ليكي بالظبط، او اقرب فرع ليكي ايه. تمام. لكن انا لما جيت جبتها اتصلت بيه وقلت له ان انا عايزه اقرب فرع ايه، فهو قال لي مش متواجده حاليا في الفروع، العرض ده متوفر اونلاين بس. بعد كده عملت الاوردر ما وصليش الا بعد منها ب 24 ساعه. بس بالنسبه لخدمه العملاء وانا بكلمهم، حتى هو الموظف كان عارف ان هي مش موجوده، قال لي هي مش متوفره،
قلت له ازاي وهي موجوده على الاونلاين متوفر 2 قطعه؟ فقال لي خلاص لو هي موجوده عندك على الاونلاين متوفر 2 قطعه حضرتك تقدري تطلبيها، لكن هي بالنسبه لي دلوقتي هي لسه مش موجوده، ممكن يكون العرض ده كان موجود وخلص. فاللي حابب ان هو يجيبها ممكن يتوجه لاقرب فرع اللي فيه، ان شاء الله تبقى موفره معاكي جامد، لان هي لو في الفرع زي ما قلت لكم في اختلاف في السعر جامد. ما تنسوش بقى تضغطوا لنا لايك، واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي.